طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس السياسي يقدم تمنياته الطيبة للرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس. كلية الزراعة تخرج 350 طالبا. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية مهنية وأكاديمية. ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية. إيران تقترب من تطوير إنتاج مواد طارية للأسلحة النووية. مناورات جوية مشتركة بين اليابان وألمانيا وإسبانيا وفرنسا. استقبل الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم في عد هالو المنتخب الإريتري المشارك في أولمبياد باريس، وقدم أمنياته الطيبة للمنتخب. وفي حفل الوداع الذي حضره مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلة ومسؤولي الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، قال الرئيس السياسي إن البيئة الرياضية النابضة في هذه الآونة تعكس التطلعات والقوة على المستوى الوطني، وأكد اعتقاده الراسخ بأن إريتريا سيكون لها أفضل الرياضيين في العالم من حيث العدد والنوع. وذكر بالعمل من أجل نمو الرياضة من خلال تنظيم المرافق والتجهيزات اللازمة حتى المستويات الدنيا، داعيا لبذل الجهد لتوسيع الانتصارات المحصورة في أنواع معينة من الرياضة على جميع الأنشطة الرياضية. وذكر بأهمية تنظيم المسابقات في كافة الأقاليم بمشاركة كبيرة من الشباب، ويجب العمل فيه بجدية، موجها بأن يكون الهدف المشاركة في الاستحقاقات الرياضية العالمية وتحقيق انتصارات مشرفة. واختتم الرئيس السياسي كلمته بتشجيع المشاركين في أولمبياد باريس 2024 ليكونوا قدوة للرياضيين الآخرين والعودة بالنصر في المسابقات. وشكر مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلة الرئيس السياسي على تشجيعه المستمر للرياضيين، وحث أعضاء المنتخب الوطني الإريتري على ترسيخ روح الانتصار. وقال أعضاء الفريق الأولمبي الإريتري أن الانتصار التي تتحقق هي انعكاس على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة وشعب إريتريا للرياضيين. وستنافس إريتريا في أولمبياد باريس المنظمة من 26 من يوليو وحتى 11 من أغسطس 11 رياضيين في منافسات الدراجات الهوائية والسباحة وألعاب القوى. خرجت كلية الزراعة في حمل مالو في 20 من يونيو 350 طالبا، 181 بدرجة البكالوريوس و169 بدرجة الدبلوم. وتخرج طلاب في مجالات علم النبات وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري وموارد الأرض والبيئة وتكنولوجيا الأغذية. وقال وزير الزراعة سيد الرفاين برهي في المناسبة إن من المتوقع أن يساهم الخريجون في رفع الإنتاج من خلال الجمع بين المعرفة التي اكتسبوها من الناحية النظرية والتطبيقية مع المزارع الذي اكتسب سنوات من الخبرة. وأوضح بأن الهدف النهائي هو ضمان حصول شعبنا على أغذية مغذية آمنة بشكل منتظم وبأسعار معقولة، داعيا العمل المتفاني لأن مساهمة المهنيين الزراعيين ذات أهمية قصوى في جهود المبذولة لرفع الإنتاج والإنتاجية بتكلفة منخفضة وبطريقة فاعلة. وقال عميد الكلية البروفيسور ولا أملاخ أرايا أن الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد، موضحا بأن تطوير الزراعة النقدية والانتقال من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية من استراتيجيات تنمية الموارد البشرية. من جانبه أكد ممثل الخريجين أنهم مستعدون لخدمة مجتمعهم بالسير على خطى الخريجين الذين يعملون على إثراء وتنويع الدخل الزراعي في كافة ربوع الوطن. خرجت كلية حمل مالو الزراعية حتى الآن 6533 طالبا في 17 دفعة. نظم مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر تدريبا نظريا وعمليا لمدة عام ل 160 من أعضاء الدفعتين 34 و35 من الخدمة الوطنية بالتعاون مع مختلف المؤسسات العامة.
وأوضح ممثل مكتب وزارة الزراعة في الإقليم السيد تسفيت جبريز جابيهير في مراسيم التخريج يوم 16 من يوليو بأن التدريب الأكاديمي والمهني له دور كبير في برامج التنمية الجارية، داعيا المتدربين لدعم المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي. وقال منسق البرنامج السيد محمود حسين أن الجزء المهني من التدريب شمل تربية النحل والدواجن وتنمية الخضروات والفواكه وإعداد الغاز الحيوي والحفاظ على التربة والمياه وتطوير الري وتربية الأبقار الحلوب ومكافحة الآفات المرتحلة ورعاية المحاصيل والزراعة، مشيرا إلى أن 95% من الطلاب أكملوا دراستهم بنجاح. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في مكتب وزارة الزراعة السيد إبراهيم كفلاي أن الدورات التدريبية المماثلة تستمر. وأعربت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام المناسبة إيمانها الراسخ بمساهمة المتدربين في برامج التنمية التي يتم تنفيذها على مستوى الإقليم بشكل عام، وفي أنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل خاص. وتم في الختام توزيع الشهادات على المتدربين وتوزيع الجوائز على المتفوقين في دراستهم. دعا مكتب التعليم في مديرية سنعفة في التقييم الذي أجراه يومي 26 و27 من يوليو للعام الدراسي 2023-2024 لتعزيز جهود المعلمين ومراقبة أولياء الأمور. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ عمر الدين محمد نجاح 83.3% من أصل 15731 طالبا، ويجب بذل الجهد للحد من مقاطعة التعليم ورفع كفاءة الطلاب. وقال أنه مقارنة بالعام الدراسي السابق ظلت نسبة النجاح متشابهة، غير أن عدد المقاطعة قد ازداد. ودعا مدير مديرية سنعفة السيد إدريس علي الشكر المعلمين على نقل معارفهم بشكل صحيح والعمل لتقويتهم، ومواصلة جهد لجنة الآباء في سد احتياجات المدرسة. واقترح المشاركون تنظيم تدريب مستمر لتعزيز قدرات المعلمين والعمل الجماعي للمدارس وأولياء الأمور وإدارات الضواحي، وتحديد أسباب مقاطعة الطلاب للدراسة وإيجاد الحلول العاجلة لها لتأثيرها السلبي على العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب والمعلمين المميزين. توجد 56 مدرسة من مرحلة ما قبل التعليم النظامي وحتى المرحلة الثانوية في مديرية سنعفة. دعا قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكيل في اجتماع عقده يومي 17 و18 من يوليو لسكان مديريتي 4 أسمرة وأخرها المجتمع على توخي الحذر في الحفاظ على ممتلكاتهم. وذكر تسجيل 1218 جريمة و4158 مخالفة على مستوى الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى انخفاض حوادث المرور بنسبة 24.5% مقارنة بنفس الفترة 6 أشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بحوادث المرور أوضح وقوع 1316 حادثا أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 77 إصابة خطيرة و205 إصابات طفيفة وأضرار في الممتلكات بقيمة 12 مليون نغفة. ومن جانبه أكدت مدراء المديريتين أهمية التنوير المقدم وحثتا الشعب على زيادة تعاونه مع الشرطة والقيام بدور جدي في كشف المجرمين. ودعا المشاركون الشرطة على الاستجابة بسرعة لنداءات المساعدة. تلقى 281 شابا دورات تدريبية مهنية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة. ركزت الدورات التدريبية التي استمرت من 3 إلى 6 أشهر على 9 مجالات في إعداد الأغذية وإصلاح الأجهزة الإلكترونية وإصلاح الكمبيوتر وتصفيف الشعر والمكياج والرقص والدراما والإسعافات الأولية وأعمال صياغة الذهب والفضة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية كرم في مراسيم التخريج يوم 16 من يوليو في مدينة كرم أن التدريب كان جزءا من الجهود المبذولة لتنشئة شباب يتمتعون بكفاءة عالية. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد عزازي برختاب أن الاتحاد جهز قرضا للمتدربين لخلق فرص عمل لهم.
ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الجهات الأخرى لدعم جهود الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. قام مشتى الشيخ أيامو في مديرية عدوخالة بإعداد أكثر من 130 ألف شتلة لبرامج التشجير في المديرية هذا الخريف. وأوضح خبير حماية الغابات والحياة البرية سيد تخلى مريم هيلي أن شتول الأشجار سيتم زراعتها في الأراضي المجدية ودور العبادة من خلال حملة الطلاب التنموية والمجتمع. وذكر نمو 70% من الأشجار المزروعة العام الماضي. سيدخل الدراج الإريتري بنيام جرماي المرحلة 21 والأخيرة غدا بقميصه الأخضر الذي ارتداه ل16 مرحلة. ومع كون مرحلة القطع عبارة عن سباق فردي ضد الساعة بطول 33.7 كيلومتر، يشير محللو الدراجات إلى أنه من المرجح أن يصبح بنيام جرماي أول إفريقي يفوز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا الدولي. قدرت بنيام على مواصلة السباق بكفاءة بعد سقوطه في المرحلة 16 والاحتفاظ بالقميص الأخضر حازت على إعجاب العديد من المتفرجين والمشجعين. وقد صنع دراج بنيام عضو فريق انتر مارش البلجيكي التاريخ في الطواف باحتلاله المركز الأول في المراحل 3 و8 و12. وتفيد المعلومات بأن نحو 5 المتسابقين البالغ عددهم 176 متسابقا الذين شاركوا في الدورة 11 بعد المياه لطواف فرنسا الدولي للدراجات لم ينهوا الطواف الذي بلغ طوله حوالي 3500 كيلومتر. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. رحب الفلسطينيون بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولي، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. في المقابل شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة. وقالت الرئاسة الفلسطينية أنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها ويترتب عليه إثارا قانونية. وقد طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، داعية إلى أن هذه التدابير بتسبب تغييرا ديموغرافيا أو جغرافيا في خطوة قضائية غير مسبوقة. في المقابل قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه من المحتمل أن تكون إيران على بعد أسابيع من تطوير القدرة على إنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية. وقال بلينكين خلال منتدى في الكولورادو إن الوضع الراهن ليس جيدا. إيران بسبب انتهاء الاتفاق النووي بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو 2 من القدرة على القيام بذلك، موضحا أن طهران لم تطور سلاحا إلى الآن. وكرر بلينكين أن أسبوعين أو أسبوعين هو الوقت المقدر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية. وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في تواصلها البناء وتعاونها الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلقت مناورات جوية مشتركة في اليابان بالتعاون مع القوات الجوية الألمانية والإسبانية والفرنسية. وبدأت طائرات من الدول الأوروبية الثلاث في الوصول إلى اليابان في إطار إجراء تدريبات مشتركة في منطقة المحيط الهادئ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل. وقال المسؤول بقوات الدفاع الذاتية الجوية اليابانية أن المناورات تعد مهمة من أجل الحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيزهم
وفي السياق لفت السفير الإسباني في طوكيو إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها طائرات مقاتلة إسبانية مناورات في اليابان، مضيفا أن المناورات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الدفاعي. لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين، وتعمل فرق الإنقاذ بحثا عن حوالي 30 مفقودا وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شنهوا أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر انهار بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغولو بمقاطعة شوانشي، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلا. وقال تلفزيون CCTV الحكومي أن أكثر من 30 شخصا فقدوا جراء الكارثة بحسب ما ذكرت فرانس بريس. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر في شانغولو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين تظهر سقوط جزء منه في مياه النهر، حيث يظهر تيار قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة. وذكر التلفزيون أن فرق الإنقاذ أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عاصرة بداخلها على القتلى 11. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس السياسي يقدم تمنياته الطيبة للرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس. كلية الزراعة تخرج 350 طالبا. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية مهنية وأكاديمية. ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية. إيران تقترب من تطوير إنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية. مناورات جوية مشتركة بين اليابان وألمانيا وإسبانيا وفرنسا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.